المرتدات. كرة تعود محمود عبد الحكيم، تمريرة توزيعة في الجانب الايمن، احمد فوزي وانطلاقه تقدم ثم عرضيه خطيره، عرضيه خطيره والهدف الاول. جول، هدف اول ياتي، هدف اول ياتي بعد مرور 12 دقيقه من احداث الشوط الاول لهذا اللقاء. هنا يتواجد البوركيني عبد الله سيسي، عبد الله سيسي من بوركينا فاسو، احترسوا من ضربات راسه. هنا ياتي تعتلي راس عبد الله سيسي فوق كل الرؤوس لتسعد جماهير الفريق، جماهير المصري البورسعيدي بهدف تقدم ياتي مع الدقيقه 12 من احداث الشوط الاول. كما تابعنا تمريره اللاعب محمود عبد الحكيم، وهنا تظهر في الاعاده الى الجانب الايمن عند اللاعب احمد فوزي، عمل كروس عرضي رائع بالمقاس، تاتي ضربه راس فيها فن واحساس تصطدم بالقائم الايمن، وهنا تغالط الحارس ابراهيم فرج الذي اكتفى بالفرجه والمشاهده في اينما كنتم واينما تواجدتم في كل مكان. مصر يتقدم بهدف واحد مقابل لا شيء. هدف واحد لا يكفي، هدف واحد لا يكفي، بينما لدينا الثاني. هنا تتحقق الاماني، تاتي الكره الى توبه 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 توبه، كنت احبك تاني توبه، على طول محمود توبه يتواجد، بينما هناك حاله حب وعشق مع الشباك. توبه يسدد بالقدم اليسرى على يسار ابراهيم فرج. هنا ياتي الفرج وتاتي الانفراجه بهدف ثاني، صاروخ بالقدم اليسرى. كما نتابع في الاعاده توبه من اخطاء الدفاعات، ابعاد ياتي ولكن في توقيت غير مناسب. ترتد الكره عند اللاعب ايهاب المصري في محاوله كان له هدفين مع فريق المصري الموسم الماضي، وهي الكره الى مؤمن زكريا، عرضيه خطيره، هدف ثالث، ياتي الثالث، ياتي الهدف الثالث من خلال سرعه في تنفيذ هجمه سريعه مرتده، وبالفعل جمله فنيه جميله نفذت من ثلاثي خط هجوم فريق المصري البورسعيدي، بدءا من اللاعب ايهاب المصري، تمريره تاتي الى اللاعب مؤمن زكريا، يرسل عرضيه على قدم اللاعب البوركيني، اللاعب الذي احدث هنا زلزال وبركان في ملعب غزل المحله، اللاعب عبد الله سيسي. كما نتابع تمريره ايهاب المصري الى مؤمن زكريا، ما فيش رايه ولا في تسلل ولا في صافره، بينما في رياده، في تالق ياتي من خلال الاسمراني الافريقي البوركيني عبد الله سيسي، يفعلها البوركيني زيديني عشقا زيديني، هكذا هو لسان حال البوركيني بالقدم اليمنى بعدما تقدم بالراس. هنا ياتي